في حد مثلا عنده مناسبة بعد 10 أيام هيلحق يخس في ال10 أيام دي؟ يلحق يخس. بص حضرتك، في عندنا اسمها رجيمات الانقاذ. يعني لو انت عايز تعمل حاجه لوقت قصير هتعمل، بس هي بيبقى ليها تبعات بعد كده. يعني انا محتاج في 10 ايام انزل من 4 ل 5 كيلو، هل ينفع؟ ان انت تاخد رجيم منخفض السعرات جدا، بس لازم تلحق تصلح وراه. ما ينفعش ان انا افقد كتله عضليه واسيبها. فقدان الكتله العضليه هيتبعه فقدان للسوائل بتاع الجسم. السوائل بتاع الجسم، احنا جسم الانسان البشري بيبقى فيه 65% سوائل. طيب لو انا فقدت السوائل يبقى انا فقدت مكونات الدم، يبقى انا حصل لي سوء تغذيه رسمي. اصبح ان عندي دوخه، اصبح ان عندي البشره جافه، اصبح ان عندي تساقط في الشعر، اصبح ان عندي ضعف في المناعه. فعشان كده ما بننصحش ان تعمل رجيمات قاسيه. ولو اجبرت على كده لمده 10 ايام او اسبوعين زي ما حضرتك بتقولي في سؤالك، لازم ترجع تعوض ما فقد من العناصر الاساسيه في الجسم، من بروتين او معادن واملاح معدنيه وفيتامينات.